السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. يسعد لي أوقاتكم حبايبي، كيفكم؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله بتضلوا بخير على طول. وتعالوا نحضر مع بعض ألذ حلا بارد سريع وبسيط بيتحضر بدقايق وما في أطيب من هيك. رح نحضر حلا البيبسي. هالحلا قديم كتير وبتوقع هو من أقدم الحلويات الباردة، ولكن لذيذ وما بستغني عنه، ويلي ما بيعرف كيف طريقته يحضر هالفيديو. وأول طبقة من هالحلا هي رح تكون بسكوت سادة. أي نوع بسكوت سادة متوافر عندكم بتغمسوه بحليب سائل وبتصفوه بالبايركس أو أي طبق تقديم انتو بتختاروا. رح نعمل هون طبقتين من البسكوت. أكيد الحليب بده يكون كتير بارد، ومجرد تغمسوا البسكوتة وتطالعوا من الحليب على الطبق، وهيك بيكون صار عنا طبقتين من البسكوت. رح اتركهم على جنب. ولحضر الطبقة الثانية بحتاج محضر الطعام أو بريق خلاط، بضيف فيهم علبتين قشطة، وكمان برجع بضيف علبة لبن زبادي، وزن العلبة 170 جرام. كمان بحتاج ل5 قطع جبن مثلثات أو مربعات، اليوم أنا عم بستخدم جبن مثلثات، وكمان نص كوب حليب بودرة، وربع كوب سكر. بخلط هالمكونات سوا كتير منيح وبصبهم فوق طبقة البسكوت بهالطريقة. وبعدين بشغل الفرن فقط الوجه على درجة حرارة كتير خفيفة، وبدخل الحلا بالرف الوسط. انتبهوا منيح، لازم تجمد الطبقة البيضة وتتماسك لكن بدون ما تاخد لون. من هيك ضروري تشغلوا الوجه على حرارة جدا خفيفة مثل ما ذكرت. وبس تماسكت تماما بطالع الحلا من الفرن. شوفوا كيف الوجه نشف تماما والطبقة البيضة تماسكت من قبل حتى ما دخلها على البراد. رح اتركها هلأ شوي تبرد بحرارة المطبخ. أكيد بين ما تبرد رح حضر آخر طبقة بطنجرة. رح ضيف علبة بيبسي، وهذا المكون الأساسي وما بتتخيلوا قديه لذيذ بهالحلا. بضيف على البيبسي مغلفين كريم كراميل، بحرك منيح وبرفع الطنجرة على النار وبضل بحرك لحتى يغلي. بطفي النار عليه وبنزله مباشرة على الطبقة البيضة، بس شوي شوي بالملعقة بوزع. انتبهوا ما تنزلوا دفعة واحدة مشان ما تخربوا طبقة الكريمة. وبس هيك بيكون الحلا صار جاهز ليدخل البراد من 4 ل5 ساعات أو ليلة كاملة. بتجنن طبقة البيبسي بعد ما تبرد، بتصير مثل البلور. يلا تعالوا نقطع الحلا بعد ما جمد وتماسك تماما. ولا أرتب من هيك قطعة حلا مميزة ولذيذة جدا، والطعم لا يقاوم مع فنجان قهوة. عن جد يا سلام، الحلاوة كتير موزونة. صراحة أنا معروفة بحلوياتي إن كتير الحلا فيها خفيف، يعني بتاكلوا أكتر من قطعة وإنتم مرتاحين ومستمتعين بطعم أكتر من مميز. ومن خلال هالحلا حبيت طل اليوم عليكم واتواصل معكم، حضر لكم ألذ الوصفات الخفيفة والظريفة واللطيفة. بحبكم كتير وبتمنى لكم مشاهدة ممتعة، وإن شاء الله تحضروا هالحلا وتبردوا على قلوبكم بهالشوبات. وبتوقع بتستاهل هالقناة دعمكم واشتراككم، وأكيد بتنور قناة أكاديمي فود بوجودكم. والتقانا بوصفات تانية، خليكن قريبين لا تروحوا لبعيد، وأهم شي ما تنسوني من دعائكم. استودعتكم الله.